السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطون لايك على الفيديو. قصة اليوم بالهند بتاريخ 16 ديسمبر بسنة 2012 في نيودلهي بالهند. كان في 6 هنود مجتمعين ومعاهم واحد سايق باص مدرسة يوصل فيه الطلاب، وهم رام سينغ وموكيش سينغ وفي جي شارما وأكشاي ثاكور وباوام جوبتا، وسايق الباص معاهم. التقوا في بار صغير متعودين إنه يجتمعون فيه ويشربون مع بعض، وكانوا يجتمعون كل يوم بالليل بهذا البار. بذاك اليوم سوالفهم كلها كانت عن البنات، يسولفون عن ملابس البنات وأجسام البنات وأشكالهم. فقام واحد فيهم واقترح عليهم إنهم يخطفون أي بنت ويغتصبونها، فوافقوا على تنفيذ خطة صديقهم، وكان معاهم واحد عمره 15 سنة. فطلعوا كلهم من البار وركبوا باص صديقهم الراس المدبر، وكانت الساعة 9 بالليل. فقعدوا يتمشون بشوارع الهند ويدورون لهم على ضحية. فطاحت عينهم على بنت جامعية عمرها 23 سنة واسمها جيوتي سينغ. كانت واقفة مع خطيبها ينتظرون أي تاكسي توقف لهم عشان توهم طالعين من السينما، والبنت متأخرة على البيت، فكانوا يبون أي سيارة توصل لهم للبيت، وما كان في أحد يوقف لهم. فلما شافوا الباص متجه لهم أشروا له، وراح خطيبها لباب الباص، وسايق الباص فتح له الباب وطلب من سايق الباص إنه يوصلهم. وافق سايق الباص وركب الباص، والسايق عيونه على البنت، وباقي أصحابه منتظرين منه الإشارة عشان يهجمون عليهم. فأول ما ركبوا الباص تفاجؤوا إن في 5 قاعدين بالباص ما كانوا شايفينهم، والوضع كان يخوف. فجيوتي مسكت يد خطيبها وكانت خايفة، وخطيبها حس بعيونهم إنهم قاعدين يطالعون لهم بنظرات غريبة. بعدها قام من كرسيه وراح لسايق الباص عشان يعطيه أجرته. رجع مرة ثانية قعد عند خطيبته، ولما قعد هجموا ال5 عليه، وكانت بإيدهم حديدة مصدية. فسحبوا البنت وودوها لآخر الباص، وقاموا يضربون خطيبها، وهو المسكين كان قاعد يحاول يقاومهم، وكان قاعد يترجاهم إنهم ما يأذون خطيبته. وبعدها سايق الباص وقف على جنب، وراحوا كلهم يضربون خطيبها. والبنت لما شافتهم يضربون خطيبها طلعت جوالها وحاولت تتصل بالشرطة، لكن واحد منهم انتبه لها فراح لها على طول وأخذ جوالها ورماه بالشارع. وبعد ما ضربوا خطيبها وطاح مغمى عليه، راحوا كلهم للبنت ومسكوها واغتصبوها لمدة 40 دقيقة. تناوبوا كلهم على اغتصابها، وبعد ما خلصوا من اللي سووه، الحديدة اللي ضربوا فيها خطيبها اغتصبوها فيها حتى تقطعت أحشائها. بتقرير الأطباء قالوا إنهم دخلوا فيها الحديدة لغاية ما قطعوا أحشائها، واستمروا بتعذيبها بدون رحمة. وبهاللحظات خطيبها بدأ يستعيد وعيه وبدأ يصحى، وكان يسمع صوتها وهي تصارخ وتحاول تقاومهم لحد ما وقف صوتها وانقطع. وبعدها شغلوا الباص وحركوا من مكانهم، وبعد 5 دقايق وقفوا مرة ثانية، وراحوا ال5 لخطيب البنت وفسخوا كل ملابسه وفسخوا ملابس البنت ورموهم بالشارع. وقبل لا يحركون واحد منهم سحب البنت وحطها بنص الشارع، كان بيدوس عليها، لكن خطيبها قدر يحرك نفسه بسرعة وسحبها ووخرها عن السيارات. وهنا بدأ يصارخ يبي أي أحد يساعده. فيقول خطيب البنت: مر علي رجال انتظرت انه يساعدني لكن ما سوى شيء، طلبت منه جاكيته عشان استر فيه البنت فرفض انه يعطيني. وقف وقام يطالعنا ويقول كان الجو بارد ومرت علينا سيارات كثيرة وحتى 3 سيارات شرطة وما في أحد وقف لنا. وكنت أقول إيش هالناس هذه اللي ما في بقلوبهم رحمة. وبعد ساعة من الصراخ والبرد تكرم واحد منهم إنه يتصل بالشرطة بدون ما يساعدنا، بس إنه يتصل. وفعلا جت الشرطة والإسعاف وتم نقل خطيبته للمستشفى. وبعد الحادث قابلوا خطيب البنت وتكلم عن تفاصيل الليلة اللي مروا فيها، وإن المستشفى ما راعوا الوضع اللي مرت فيه خطيبته وما قدموا لها العلاج والرعاية الكافية. حتى هو نفسه ما اهتموا فيه ولا اهتموا بحالته النفسية. وما مر يوم من هالحادث إلا وتم القبض على سايق الباص. قدروا يتبعون الباص ومسكوا أول مجرم، واللي هو كان صاحب الفكرة، وكان لابس نفس ملابسه وكان دم البنت على ملابسه. وبعد ما حققوا معاه جابوا جميع المجرمين ال5. أما بالنسبة للبنت المسكينة جيوتي صارت حالتها أسوأ بالمستشفى، وسووا لها 3 عمليات ولكن ما في فايدة، فاضطروا ينقلونها بمستشفى ماونت إليزابيث اللي بسنغافورة. لكن بعد 13 يوم من المعاناة ماتت جيوتي بالمستشفى. الفتاة التي أيقظت ضمير الأمة الهندية توفيت في هذا المستشفى بعيدا عن وطنها، ولم تفلح جهود أطباء مستشفى ماونت إليزابيث في سنغافورة في علاج الأضرار الجسدية الكبيرة التي لحقت بها نتيجة تعرضها للاغتصاب الجماعي وللضرب المبرح على متن حافلة في نيودلهي منذ حوالي 2 أسبوعين.
وبعد ما نشروا خبر وفاتها بالجرايد طلعوا آلاف المتظاهرين بشوارع الهند، وكانوا الناس يطالبون بعقوبة رادعة بحق هالمغتصبين. وهنا تدخلت رئيسة حكومتهم واللي اسمها شيلا ديكشيت، قالت لهم اهدوا، في قرارات صارمة بتصير بحق المجرمين المغتصبين. وبالتحقيقات لقوا شعر ودم البنت على قميص السايق، ولقوها عاضة يد السايق عشان تقاومه. जितनी 15-20 मिनट गाड़ी चली है मैंने चलाई थी, लाइटें बंद कर दी थी उन्होंने। भाई था मैं, जिस लड़के को मारा था जाके वो सीटों के बीच में छुप गया बस। जरा लड़की चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, भाई की आ रही थी गाड़ी मत रोक, चलाता रहिए। हमारे को फिर मारपीट के पीछे लेके आ जा रहे थे बारी बारी से। उन्होंने एक हाथ डाला, उसके कुछ ऐसी चीज थी अंदर से लंबी लंबी सी निकली थी, अतड़िया ही थी कुछ। उन्होंने बोला मर गई, इसे फेंको जल्दी नीचे। ये पहले पर उन्होंने पीछे से कोशिश करी, पीछे का दरवाजा नहीं खुला तो उसे आगे उठा कर लाए, उन्हें नीचे फेंका। सारा नशा वगैरह सब उतर गया, घबरा के स्टीयरिंग भी नहीं संभाला जा रहा था। सिर्फ मैंने गाड़ी चलाई थी। ये बात झूठ है कि गाड़ी मेरे भाई ने चलाई या अक्षय ने चलाई, गाड़ी मैंने चलाई है। मेरे अलावा गाड़ी स्टीयरिंग पे कोई आया नहीं चलाने के लिए। ये तो लोगों की कहने वाली बात है कि ये हुआ वो हुआ, चेंज हुआ ड्राइवर। मेरे को मैं करके दिखा दो चेंज, में मान जाऊंगा हाँ कि मैं पीछे गया था, लड़के को मारा। ولما تمت محاكمتهم رفضوا كل المحامين الهند انهم يدافعون عنهم، فواجهوا هالمجرمين حكم الإعدام بدون أي محامي. ومع أنه نادرا حكم الإعدام يطبقونه بالهند، إلا أنه طبقوه على 5 منهم شنقا. أما المتهم السادس واللي هو يعتبر مراهق حطوه بسجن الأحداث. ولما أصدر القاضي حكم الإعدام واحد من المجرمين بكى. وبعد 3 سنوات تم إطلاق سراح المتهم السادس اللي هو المراهق، مع أنه كان أكثرهم عنف وتعذيب للضحية. فطلعوا آلاف الناس يطالبون بإعدامه، لكن ما في فايدة. 4 منهم تم إعدامهم ب20 مارس 2020. وقال مدير سجن تيهار بالهند إنه تم إعدامهم الساعة 5:30 الفجر، تم إعدامهم. والخامس مو موجود عنه أي شيء، مو مبين إذا انعدم أو مات أو إيش اللي صار له بالضبط. ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतना उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, नहीं लड़के हैं उससे ज़्यादा बराबर नहीं है। लड़की लड़का लड़कियों के लिए बनाया गया, घर काम काज अपना घर बार देखे। ये थोड़ा रात में डिस्को में घूम रही है, बारों में घूम रही है, गलत हरकतें कर रहे हैं, इतने जरा ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। तो आपको 10-20% ये जो सही मिलेंगी।